أبرز أحداث مونديال الأندية 2025 في سطور. أوبلاك غاضب رغم الفوز على بوتافوجو. خرج أتلتيكو مدريد من البطولة، ويان أوبلاك لا يخفي استياءه. لو احتسبت لنا ركلة جزاء ربما تغير كل شيء. الحارس السلوفيني لمح إلى تأثير التحكيم على النتيجة النهائية. آيت نوري يبهر السيتي أول مباراة وأداء خارق. الجزائري ريان آيت نوري خطف الأضواء أمام العين الإماراتي، وتلقى إشادة من جوارديولا: منحنا التوازن الذي نبحث عنه منذ سنوات. هل يكون الحل المنتظر بعد غياب ظهير أيسر طبيعي منذ 2021؟ غريزمان يرفض الأعذار. سجل هدف الفوز في الدقيقة 87، لكنه قالها بصراحة: لا يمكننا لوم الحكام، الأداء لم يكن في المستوى المطلوب. النجم الفرنسي يدعو للتركيز على تصحيح الأخطاء بدلاً من تعليق الخسارة على التحكيم. شاركنا رأيك، هل تتفق مع أوبلاك في انتقاد التحكيم؟ وهل ترى آيت نوري خياراً مناسباً للسيتي في الجبهة اليسرى؟